في سنة 2022 أعلنت وزارة التعليم العالي قبول أول دفعة من الدفعات الجديدة في الجامعات الأهلية الجديدة، واللي هم 12 جامعة أهلية، واللي كان منهم الجامعة الأعظم على الإطلاق جامعة الزقازيق الأهلية. فأنا جاي لك في الفيديو ده أعرفك كل حاجة تخص الجامعة، بما إني واحد من طلابها ومن أكبر دفعة، فيعتبر عندي خبرة بالنسبة للموضوع ده، وعندي تفاصيل كتير تخص الجامعة. طب أنا جاي أكلمك عن إيه في الفيديو ده؟ أول حاجة هكلمك عن مميزات وعيوب الجامعة. تاني حاجة هكلمك عن التنسيق وطرق القبول وطريقة التقديم. تالت حاجة عن المصاريف والأقساط وكل الحاجات دي. رابع حاجة بالنسبة لطلبة الأزهر إيه وضعهم. فيلا اعمل لايك كده وسبسكرايب، تعالى نكمل معايا الفيديو. السلام عليكم يا شباب، أخباركم إيه؟ أتمنى تكونوا بخير. معاكم أخوكم عمر صبري حسان، طالب في كلية الطب الفرقة التالتة جامعة الزقازيق الأهلية. نظرا لكثرة التساؤلات عن جامعتنا العزيزة قررنا إننا نعمل الفيديو ده، وربنا يستر علينا ما يحصل لناش أي حاجة، واللي هكلمك فيه عن كل التفاصيل اللي تخص الجامعة وكل حاجة أنت محتاج تعرفها، فركز معايا شويتين. أول حاجة كده تعريف بسيط بالجامعة، وهي جامعة أهلية، وأظن شرحنا الموضوع ده بالتفصيل جدا في الفيديوهين اللي فاتوا. اتكلمنا فيهم عن كل حاجة تخص الجامعات الأهلية، عن يعني إيه جامعة أهلية أصلا، والفرق بينها وبين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة. وكل حاجة محتاج تعرفها عن الكليات الأهلية وإيه هم الجامعات الأهلية. هسيب لك لينك الفيديو ده في الديسكريبشن، لازم تشوفهم لو لسه ما شفتهم. وهي تبع المجلس الأعلى للجامعات أو معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، منبثقة من جامعة الزقازيق الحكومية، ودي ميزة كويسة جدا. هعرفك ليه شوية. تابعة لوزارة التعليم العالي في القرارات ومجلس الأعلى للجامعات الأهلية. وده تعريف بسيط كده في السريع، ويلا بينا نبدأ في المميزات والعيوب. أول حاجة وهي إنها منبثقة من جامعة الزقازيق الحكومية. هتقول لي طب إيه الميزة في كده؟ وهي إنك نفس النظام في كل حاجة، نفس اللائحة تقريبا، بس مع وجود اختلافات بسيطة جدا. نفس المحتوى التعليمي، نفس الخطط التعليمية، نفس المديولات بالنسبة لكلية الطب، نفس الدكاترة، ودي ميزة كويسة جدا، لأن معظم دكاترة الزقازيق حاجة ما شاء الله قمة في الجمدان يعني. وهنا بتكلم عن كليتي اللي هي كلية الطب، بتكلم عن حاجة بقالي سنتين عايش فيها أو شفتها بعيني، عشان اخواتنا في الكلية التانية ما يطلعوش يقولوا انت بتقول كلام مختلف وكل الكلام ده كله. تعامل الدكاترة معاك كويس جدا، وعلى قد ما بيقدروا بيحاولوا يبسطوا عليك الدنيا، وتعاملهم معانا صراحة بكل ذوق وكل احترام، فربنا يبارك فيهم ويحفظهم. النظام إلى حد ما كويس بالنسبة لجامعة بقالها سنتين بس شغالة، بالمقارنة مع باقي الجامعات الأهلية الجديدة، فالنظام إلى حد ما مرضي، واللي إن شاء الله هيكون مع السنين الجاية أو بداية السنة الجديدة هيكون أفضل وأفضل. نيجي بقى لأسوأ حاجة ممكن تقابلك في الجامعة، وهي مكانها المتميز وسط صحراء العاشر من رمضان. يعني تحس اللي اختار المكان ده كان قاصد انه يعذب الطلاب والدكاترة واي حد يقرر انه يعدي من قدام الجامعة كده. يعني مكان اعوذ بالله الصحراء محوطاك من كل مكان، وكمان معزول عن المدينة. بس يعني ثانك جود الجامعة مكانها قريب للطريق الإقليمي، فالوصول إليها إلى حد ما سهل، والمواصلات إلى حد ما برضه كويسة. يعني أنت مثلا لو هتسكن في المدينة نفسها أو المدينة نفسها، فهتاخد لك حوالي سكة من ساعة لساعة وربع عشان توصل الجامعة، لأنك هتركب من المكان اللي أنت ساكن فيه لحد الموقف، ومن الموقف هتركب الباص أو هتركب عربية أيا كان هتركب إيه لحد الجامعة. وده بيدخل لها في حوالي سكة نص ساعة، ساعة إلا تلت في الحدود دي، بالإضافة بقى للمسافة من المكان اللي ساكن فيه لحد الموقف، فأنت ضيف المسافة دي على المسافة دي هيدخلك في حوالي ساعة إلا 10، ساعة و10 في الرينج ده. بس يعني حوار المكان ده، وإن معظم الجامعات سواء الأهلية الجديدة أو الخاصة أو حتى الأهلية القديمة
معظمها في صحراء، فيعني الموضوع ده يعتبر متقبل إلى حد ما، لأن المعظم عايش نفس معاناتك دي، فأنت مش هتكون أحسن منهم يعني. في عيب كمان، وهو إن الدنيا لسه ملخبطة في الجامعة، سواء الإدارة أو الشؤون، وده بسبب برضو إن الجامعة لسه جديدة ولسه في حاجات كتير لسه متمتش. بس إن شاء الله الدنيا هتكون أحسن خلال السنة الجاية. من ضمن العيوب برضو تجهيزات الجامعة من حيث الأدوات والمعدات والمعامل وبعض القاعات والحاجات دي، وده برضو لنفس السبب إن الجامعة لسه جديدة. بس معظم الحاجات جاهزة وموجودة، بس لسه مركبتش. وخلال دراستنا الترم التاني أو الفترة اللي فاتت دي كان في عمال فعلا شغالين على الحاجات دي، واللي إن شاء الله أتوقع إنهم هيخلصوها بداية السنة الجديدة. وبداية السنة الجديدة إن شاء الله هيكون كل حاجة جاهزة وموجودة، وكل حاجة هتكون شغالة. ده يعني معظم العيوب والمميزات اللي لاحظتهم في الجامعة خلال السنتين دول، ولو افتكرنا أي حاجة هنقولها برضو خلال الفيديو. نيجي لموضوع تاني، وهو التنسيق وطرق التقديم وطرق القبول والحاجات دي. بالنسبة للتنسيق فالجامعة عندنا يعتبر أعلى مجموع تنسيق في الجامعات الأهلية كلها. يعني مثلا بشري عندنا السنة اللي فاتت كانت غافلة على 88.5، وده بالنسبة للمرحلة التانية. المرحلة الأولى كانت غافلة على 89 تقريبا ونص برضه، واللي ده يعتبر مجموع عالي بالنسبة لمجموع الكليات الحكومية اللي تقريبا كانت غافلة على 91 ونص في الحدود دي. أسنان مثلا قفلت على 86.5 بمجموع 355. صيدلة حوالي 83.5 بمجموع 342.5. تمريض حوالي 65%، وده تنسيق باقي الكليات. بالنسبة للدفعات الجديدة فلسه لحد الآن أو لحد وقت تصوير الفيديو ده مفيش أي حاجة نزلت بالنسبة للدفعات الجديدة غير طلبة المعادلة العربية والمعادلة الأمريكية. دول بس اللي الجامعة نزلت على صفحتهم تفاصيل بالنسبة للتقديم لهم إنه فتح، والمجاميع بتاعتهم وشوية تفاصيل كده بالنسبة ليهم. أما بالنسبة لطلبة الأزهر أو طلبة العام مفيش أي أخبار لحد دلوقتي بالنسبة للتقديم أو حتى الحد الأدنى للتقديم. بس بالنسبة لتوقعي إنه السنة دي هيكون مجموع أعلى من السنة اللي فاتت. طبعا ده بسبب إن الحد الأدنى للقبول المرحلة الأولى في الجامعات الحكومية زاد، فالتنافسية هتكون كبيرة على الجامعات الأهلية، فده هيخلي إن التنسيق ممكن يعلى 1% أو 1.5%. بالنسبة للتقديم فكان بالنسبة للسنين اللي فاتوا كان التقديم أونلاين، بتقدم على الجامعة عن طريق لينك الجامعة نفسها بتنزله، ولما بيجيلك رسالة بالقبول أو جامعة بتنزل أسامي الناس اللي تم قبولهم، بتروح تاخد ورقك وتروح الكلية تخلص الباقي من الإجراءات وتدفع المصاريف، وكده خلاص تم قبولك في الجامعة. أما بالنسبة للسنة دي فمفيش أي أخبار برضو عن التقديم، بس أعتقد هيكون زي السنين اللي فاتوا برضو. فلو في أي أخبار جديدة هنعرفك إن شاء الله على القناة، وممكن نعمل فيديو لما التنسيق أو الحد الأدنى ينزل. ولو في أخبار جديدة عرفتها هنزلها برضو على القناة، فتأكد إنك عملت سبسكرايب. نيجي للمصاريف، ودي الحاجة الوحيدة اللي الجامعة أعلنت عليها من فترة، وزي ما ظهر كده في الصورة قدامك ده المصاريف للدفعة الجديدة 2024-2025، وده في بيكون عن طريق إنك بتدفع على مرتين في السنة أو على قسطين. القسط الأول مع بداية الترم الأول بالنسبة ليك أنت أو لسه هيقدم، هيكون أول مرة بتروح في الكلية بتسلم ورقك وبتاخد زي إذن دفع كده، بتروح البنك اللي الجامعة بتحدده وبتروح تدفع وبترجع بوصل الدفع تصوره على حسب بقى جامعة عاوزاه، وتسلم الوصل في الجامعة وانت خلاص كده. والترم التاني نفس الحوار، بتاخد إذن دفع أو وصل دفع، بتروح برضه البنك تدفع الفلوس وتاخد وصل وترجع الجامعة. نيجي بقى لطلبة الأزهر، واللي لما سألت عرفت إن هيكون ليهم قبول السنة دي، بس بأعداد محددة أو بنسبة معينة هتحددها وزارة التعليم العالي.
ولسه برضه لحد الآن مفيش أي أخبار بالنسبة للأعداد دي. وده طبعا هيكون بعد المعادلة اللي هيعملوها، بحيث إنهم يعادلوا مجموعهم بمجموع العام، واللي اتكلمنا عن تفاصيلها كلها في الفيديو اللي فات، اللي هسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن، لازم تسمعه برضه. بس للأسف لسه لحد دلوقتي مفيش أي تفاصيل. قولي لما سألت في الجامعة أو حد مسؤول في الجامعة كان الرد إنه لسه مفيش تفاصيل جات لهم، أو مفيش لسه قرار رسمي جات من الوزارة، فلسه لحد الآن مفيش إعلان عن الموضوع ده. فتأكد عملت سبسكرايب عشان أول ما يكون في أخبار عن الموضوع ده ممكن أنزل فيديو أو أنزل بوست، فأول ما ينزل تشوفه. بس كده يا شباب، ده كان فيديو سريع كده، حبيت أتكلم مع الجامعة عندنا. متنساش تعمل لايك وانشر الفيديو ده مع صحابك، الناس اللي مهتمة إنها تقدم في جامعات الزقازيق أو عايزة تعرف معلومات أكتر عن جامعة الزقازيق. اعمل سبسكرايب عشان الفيديوهات الجاية إن شاء الله كلها مهمة جدا. هنكمل كلامنا عن الكليات، فالكلام هيكون مهم جدا، فيديوهات مهمة جدا. فعشان تستفاد من الفيديوهات دي تأكد إنك عملت سبسكرايب، وفعل زر الجرس عشان يجيلك إشعارات بالفيديوهات. بس كده يا شباب، سلام.